ما صدقتش غير لما جربت بنفسي. حطيت الخل على الشطة، وعايزة اقولك حليت مشكلة كبيرة جدا اعظم الشركات ما تعرفش تحلها. جربي معايا الطريقة دي، انا متأكدة انها تحللك مشاكل كتير جدا بتواجهك في الصيف، وهترجعي تدعيلي على الفيديو ده. يلا سموا الله وصلي على الرسول عليه الصلاة وافضل السلام، وحطي لي لايك وكمان انضمي لأسرتنا. يلا بينا على طول نشوف بنتكلم عن ايه، ووصفة ايه اللي هنعملها النهاردة زي السحر. اول حاجة معايا معلقة من الشطة، معلقة كبيرة كده محترمة. عايزة اقولك وانت بتعملي الوصفة دي البسي كمامة علشان خاطر الناس اللي عندها حساسية، وكمان الشطة الصراحة اما بتتطاير في الجو كده بتخلي الواحد يعطس كتير، فخلي بالك من الجزئية دي. تاني حاجة هعملها هنزل عليها بشوية خل حلوين كده قد ربع كوباية من الخل، خل على الشطة، وهقولك دلوقتي هتعملي بيهم ايه. وصفة تحفة تحفة تحفة. خلاص. معايا كمان معلقة كبيرة من الجنزبيل، خلاص الجنزبيل البودر. تمام. معلقة كبيرة بس مش مليانة قوي من بيكربونات الصوديوم او الكربوناتو اللي بتستخدموها للعرقسوس والطعمية. خلاص حطيتها بالشكل ده، طبعا هيحصل فوران زي ما انتوا شايفين. خلي بالك زي ما بقولك يفضل تلبسي كمامة. وقبل كده عملت معاكم الوصفة دي على فكرة، كنت حاطة بدل الخل كلور. على فكرة في ناس قاعدة تقولي غلط ومش غلط، عايزة اقولك يعني هي مفعولها سحر، بس هي مشكلتها في الكلور حاجة واحدة، مش هينفع ترشيها على المفروشات والحاجات دي لان الكلور هيضيع الالوان. خلاص. طيب هنعمل ايه بالوصفة دي وايه لازمتها، والخل على الشطة على الجنزبيل على الكربونات وبيعمل ايه بالظبط؟ بصوا بقى، في ناس كتير جدا 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 بتشتكي من حشرة البق وبتبقاش لاقيه لها حل، وبتبقى مليالها البيت والمفروشات والحاجات دي كلها. اقوى حاجة للبق هي الشطة. الشطة الصراحة بتطردها. شايفة الفوران ده؟ الريحة طبعا نفاذة جدا، الشطة فظيعة بالخل، حتى الواحد لما بيجي يعمل شوية شطة كده للكشري تبقى الريحة فظيعة، عشان ما حدش يجي يقول لي حرام عليكي والريحة، لا البسي كمامة من الأول. لأن الشطة بطبعها حتى لو بتاخذي منها كده جافة وبتحطيها في الأكل بتتعب. هجيب بقى كده اي بخاخة عندي ومصفى واصفي، لان طبعا الخشونة بتاعت البهارات اللي حطيناها مش هتعدي من شفاطة البخاخة، فضروري ان احنا نصفي الوصفة بتاعتنا. هصفي الوصفة كده من الشطة والجنزبيل والحاجات دي كلها، ونرجع على طول اقول لكم بقى هتستخدميها ازاي. عايزه اقول لك الوصفه دي مش بس للبق، خلي بالك لحشرات الصيف كلها كلها. عايزه اقول لك السوس، الصراصير، النمل، كل حشرات الصيف اتخلص عليها تماما تماما. وصفة سحرية خطيرة خطيرة. بس هي الشطة معروفة طبعا بإذن الله بفضل الله. أي شيء احنا بس ايه يعني احنا بنعمل اللي علينا، لكن هو ربنا وقت ما يريد. معروفة للبقى. فاحنا هناخد البخاخ ده، زودت الباقي مية زي ما وريتكم، كملت عليها مية، وهرشرش على الأماكن المصابة بالبق يعني. وهي ما فيهاش كلور ولا أي حاجة عشان اللي اعترض على وصفة الكلور. خلاص. هنستخدمها بقى ونرشش على الاماكن المصابه، وباذن الله بفضل الله تجيب معاكم نتيجه. عايزه اقولك حتى لو ما بتعانيش من البق، ويا رب ما يكونش حد بيعاني منه، ان انا اسمع كده ان هو بلاء فظيع عظيم، يعني بلاء جامد قوي البق ده. فلو ما بتعانيش منه ممكن تستخدميها للنمل، تحفه. لاي حشرات بتواجهيها في الصيف، الصيف معروف بحشراته، استخدميها متأكدة انك هتلاقي نتيجة فورية. البخاخة دي هتقعد معاكي طول الصيف، مركزة جدا، حلوة قوي قوي قوي. بجد لو تعرفي حد بيعاني من حشرات الصيف ومش لاقي لها حل، وتعب من المبيدات، وهو نفسه تعب من المبيدات حساسية وكده والحشرات ما تعبتش، ابعتيله الفيديو ده. او لو تعرفي حد بيعاني من البق ابعتهوله، وان شاء الله يجيب معاه نتيجة فورية بإذن الله. اشوفكم على خير فيديو جديد. لو في اي طلبات اكتبها لي تحت في الكومنتات. سلام.